مساء الخير يا بني، تفضل. أنا لا أحب أن أطيل عليك، لقد جئتك خاطبا راغبا في ابنتك ابنة الحسب والنسب الدائرة. وهل عرفتني بمميزاتك؟ أنا شكل هندسي مميز، وأضلاعي الأربعة متقايسة ومتوازية مثنى مثنى، وكل زاويتين متقابلتين متقايستين. هل لديك خاصية أخرى؟ نعم يا عمي، فأقطاري متعامدة وتتقاطع في منتصفها. حسنا، أمهلني بعض الوقت لأفكر في الموضوع. كما تريد، لكنني أتمنى ألا تتأخر علي. السلام عليكم. أنت مساء يا عمي. مساء، أهلا يا بني، تفضل. يا عمي، أنا شكل هندسي مميز ولدي خاصية غريبة. أريدك أن تنسى جميع أفكاري الهندسية. أريدك أن تنسوها بنفحاتي. لا تذكرني بنفحاتي، فدورها القضاء علينا. أنا الشكل الأميز من بين جميع الأشكال، فزواياي قائمة ومتقايسة، وقطراي متقايسين ومتعامدين، ولدي ضلعين متقابلين متقايسين، وكل أب يتمنى زوجا لابنته بمثل صفاتي ومميزاتي. وماذا تريد؟ أريد الزواج من ابنتك الدائرة. أنا من جانبي لا أرى مانعا، ولكن يجب أن نأخذ رأي الدائرة، فهي صاحبة القرار الأول والأخير، دورية ودورية. تعالي يا ابنتي. هل هي اسمها دائرة أو دورية يا عمي؟ في مضمون الولادة اسمها دائرة، ولكنني أحبها كثيرا وأدللها كثيرا، فأناديها بدورية. نعم. ما هذا؟ يا إلهي، هذه هي العروسة. يا ويلي، لا يوجد حتى وليدة واحدة. نعم، هي هكذا، مجموعة من النقاط على نفس البعد من المركز، فكيف سيكون لديها أضلاع؟ الظاهر أنكم عائلة غير مستقيمة، فحتى قاعدتي عائلة غير مستقيمة، فحتى لو رسمنا داخلكم مستقيما فتسمونه وترا، وإذا رسمنا الموسط العمودي الودي فإنه سيمر من مركز الدائرة. ألا ترى أنك تتجاوز حدودك؟ الظاهر أنتم عائلة معقدة، فحتى قاعدة حسابكم ومحيطكم صعبة الفهم. من أين جئتم بالعدد 14؟ وما كل هذا التحقيق؟ اخرج من منزلي من غير مأسوف عليك. هذا أفضل، سأرجع إلى عائلة رباعيتي، فهذا أكرم لي. الدائرة سور يدور حولنا، الدائرة خيط نلفه هنا، الدائرة كهذه المرآة، الدائرة أو هذه الساعات، الدائرة كقبضة السكان، الدائرة هيا انظروا هيا انظروا، ندق مسمارا هنا، نشد فيه خيطنا، نشد في الخيط القلم ونرسم. ما هذه يا شاطرة؟ هذا محيط الدائرة.